مرحبا بكم يا البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تلقاكم هذه الفيديو بخير. وكما راكم تشوفوا هذه الفيديو عبارة عن رحلة اللي كانت في فصل الصيف، واللي كانت الوجهة لمدينة مغنية والغرب الجزائري. اليوم راح نسوق بكم الرحلة إلى مغنية والحدود المغربية وبورساي والسوق التوابل، ونذوقوا كذلك الأكل نتاع مغنية اللي معروف كثير كثير، واللي هو أكل مزيج بين المطبخ الجزائري والمطبخ المغربي. وسقطنا الوجهة لريستورون أو مطعم الرايس اللي معروف كثير في مدينة مغنية، وما كاش اللي جاهنا وما زارش هذا المطعم. وراح نشوفوا مع بعض وناخذكم تشوفوا الأطباق اللي تميز بها هذه الريستورون. كما راكم تشوفوا معايا في الصورة، هذه البسطيلة المغربية، هذه الصامصة، هذه بلا سباغيتي، هذا ندربل يعني كما نقولوا الباذنجان. كما راكم تشوفوا الأطباق. هذا خونا الشيف من مغنية. مرحبا بكم خوتي، عندنا في ريستورون الرايس، اشهر ريستورون في مغنية، معروفة بالاكل المغربي. هنا راهو هادو لي زيسكالوب يدريسي في ان بلا، يدريسي في ان بلا، هو راح يملي عليكم واش راح يدير. كاين نديروه بالزيتون ولا نديروه بالزبيب، بصله والزبيب تجي حلوه، والبرقوق راح يدير له سالي سيكري، مركاز تاع اللحم، فيونداشي، هذيك تاع بولي عاشي فرماج، ولي طرونشي سكالوب، ونزيدوه مرسو مفور عاوتاني. كيما هذا البلا شحال يسقام؟ هذا يدير 200 ألف تاع دو بيرسون. هذا يشهي الله الله. هكا تبغي، كاين اللي يبغي يدير هكا من فوق الزيتون والزيتون والقوقاو، كاين اللي يدير عاوتاني بصله بالزبيب والبرقوق والمشماش، كل واحد كيفاش يبغي الذوق تاعو. هاي تخيب هكا ناوي يدريسي في البلان اخر لمسه فيه. هاي وين هكذا تخيب يعني صح. كما وضح لكم الشيف هنايا ودريس لكم البلا الرويال. هذاك طبق لشخصين. دائما اكلات والله ما تقدروا تقاوموا، صح البنة روعة ما شاء الله. هنايا كذلك حاولت نوضح لكم كثير من الاشياء، بما انه القناة تاعي هي عبارة عن وصفات. ان شاء الله راح نحاول نقدم لكم وصفات او نديروها في الورشات عندي في المطبخ تاعي، لانه فعلا صح يستاهل التجربة، ويستاهل انه ناخذ الفكرة على المطبخ المغربي. هنا هذه كيما راكم تشوفوا، هذه هي الطنجية المغربية اللي معروفة. كذلك تشوفوا لي بلا دغيساج، لي فيونداشي، اللحم مفور المردوم. ان شاء الله تزوروا المطعم وتذوقوا الاكل، وصح راحين تقولوا صح كانت شاف بالهادي عندها حق انه زارت هذا المطعم. وكذلك الاكل ماهوش بالسعر اللي غالي كثير. وهنا ودعنا مدينة مغنية، ودعنا المطعم اللي زرناه وأكلنا فيه. إن شاء الله تكون زيارات أخرى بإذن الله في هذه المدينة الجميلة والرائعة. احنا راح نسوق بكم الوجهة إلى سوق التوابل اللي معروفة به مدينة مغنية، واللي كان فيها أماكن مشوقة. على بالي باللي كامل حابين تشوفوا سوق مغنية والتوابل تاعو اللي مشهورة به كثير كثير. هنا في الصورة كما راكم تشوفوا مجموعة أو تشكيلة من التوابل الأساسية،
اللي هنا في السوق مغنية معروفة بكثير. وكذلك أني سألت وكاين توصيل ل 58 ولاية، أو الأرقام كما راكم تشوفوا فيها موجودة عن الفيديو. تقدروا تاخذوا الأرقام وتتصلوا بهم ويعملوا لكم توصيل. كما راكم تشوفوا التوابل ما شاء الله، التشكيلة والحلة تاعها وكأنها قوس قزح من الألوان: الكركم، الكروية، راس الحانوت تاع الحريرة، سكنجبير. كذلك موجودة كثير من الأنواع والأشكال اللي للتوابل. صح، سوق مغنية غني عن التعريف، ومدينة ومشهورة بالتوابل تاعها الفحفاحة كما نقولوها احنا عندنا باللهجة تاعنا المسيلية او البسعادية. كما راكم تشوفوا كذلك الكمون، الفلفل الكحل. والله الصورة تتحدث عن نفسها. كذلك لا تخفى عنكم الفواكه المجففة كما الزبيب، البرقوق، اللوز، الجوز، الكاجو، كل شيء موجود هنا. الرقم تاع التليفون كما راكم تشوفوه موضح على الصورة. ما عنديش باش نقول، احنا راح نخلي الفيديو هي اللي تتحدث والصورة هي اللي تتحدث. كما راكم تشوفوا هذا الكركم وصورتي انايا. نرحب بكم في المحل. وتشوفوا انا هذا شريت هذه العلبة اللي راكم تشوفوا فيها، اللي اخذت فيها التوابل الاساسية. هنا راه كاين فرق بين التشكيلة الأساسية والتشكيلة الفرعية. أخذت التشكيلة الأساسية اللي تتكون من التوابل اللي معروفة عندنا في الكوزينة الجزائرية، واللي هي الكركم، الفلفل الأسود، الكمون، الكروية، السكنجبير، الكيري، الثوم، البودرة، الفلفل الأحمر